السلام عليكم. النهاردة في وصفة جديدة، طريقة عمل الفراخ بطريقة تحفة. لو جربتوها بصراحة هتدمنوها. قبل ما نبتدي، بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله. أنا جبت هنا فلفل وقوطة وبصل وثوم ومعلقة عسل ومعلقة مستردة ومعلقتين 3 صلصة وعصرت ليمون وحطيت ملح وفلفل وخل وقرفة وزنجبيل، ضربتهم كلهم مع بعض وحطيت كزبرة خضراء، وفي الاخر حطيت شوية زيت. بصراحة ريحتها تحفة. وجبت الفراخ بعد ما غسلتها كويس قوي، بقيت انا غزها كده بالسكينة عشان اللحم كله يتشرب. انا كنت عاملة وراك فراخ وحطيت عليها الخلطة، وانا سبتها من بالليل للصبح عشان تتشرب كويس قوي. ممكن تسيبيها 2 3 ساعات. مش عايزة اقول لكم الريحة عاملة ازاي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، طلعة تحفة. يا رب تجربوها وتعجبكم. لايك وشير ودعوة حلوة. سلام عليكم.